مشكله كبيره بتواجه ناس كتير في المجال بتاعنا. ممكن تلاقي شخص شاطر جدا في التصميم لكن ما عندوش اي فكره عن الطباعه، وده بيسبب له مشاكل كبيره جدا. زي مثلا اخر حاجه لما جالي عميل بيشتكي ان الديزاينر طلب منه يمسك له شغل المطبوعات، كان ماسك له شغل الديجيتال، طلب منه انه يعمل له شغل المطبوعات. ولما جه العميل يستلم منه الشغل للاسف لقى الشغل فيه مشاكل كبيره جدا خصوصا في الالوان، وده عمل له مشكله كبيره. لذلك في مشكله كبيره بين المصمم وشغل الطباعه. عشان كده ابقى اقدم لك كورس بحاول اقلل فيه الفجوه الكبيره بين التصميم والطباعه وبين الديزاينر والمطبوعه، بعلمك فيه كل شيء تحتاجه عن الطباعه. بنتعرف على اساسيات الطباعه وايه هي فنيات الطباعه، يعني ايه زنكات ويعني ايه سي تي بي، ويعني ايه فصل الوان ويعني ايه شبكيات، وايه هي الخامات المستخدمه في الطباعه سواء الورق الفنلندي او الكوشيه او الدوبلكس او حتى الميتالايز. وكمان بنتعرف على خدمات ما بعد الطباعه زي خدمات اللامينيشن او السبوت يو في او الامبوزنج او الديبوزنج. بنتعرف على فنيات الطباعه، وكمان من خلال الكورس هنتعلم تصميمات زي تصميمات البيزنس كارد او الانفولوب او الليتر هيد، وكمان تصميم البروشور او الفلاير على برنامج الان ديزاين. وكمان بنتعرف على تصميمات الاوت دور والان دور سواء على البيلبوردز او الرول اب او البوب اب. وكمان هنتعرف ازاي تعمل موك اب وازاي تجيب موك اب بشكل احترافي من مصادر مجانيه او مواقع مجانيه. وكمان من خلال الكورس هنتعرف ازاي تعرض شغلك بشكل احترافي وازاي تعمل معرض اعمال على بيهانس بشكل احترافي. هكون معاك خطوه بخطوه طول الكورس، وكمان بقدم لك فتره دعم مجانيه لمده 6 شهور بتابع فيها شغلك. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الكورس شوف الفيديو من هنا.